وهاي هي الدعوقية أو الفستقية اللبنانية اللي بتشهي، اللي ما بتشبه أي نوع حلو تاني، شي من الآخر والله. شوفوا لي ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين؟ عن جد شي من الآخر. طبعا بنقدر نحط عليها قطر، وبنقدر كمان نحط عليها عسل. خليني أجرب. يا عيني عالطعم، خصوصا قرشة الكنافة مع التحميصة مع القشطة، اشي من الآخر ما شاء الله. تعالوا نشوف طريقة التحضير. بالبداية رح نحضر القشطة، وعشان تنجح معنا وتعطينا نتيجة كتير طيبة بحتاج لتر حليب، بحتاج 3 معالق نشا، معلقتين سميد ناعم عشان تتماسك معنا، وبحتاج ماء زهر معلقة، وبحتاج علبة قشطة، وكله على النار لتتماسك. بعدين رح أضيف عليهم جبنة قريش. عندي هيك بعد ما الخليط غلى، هلا رح نزل عليه جبنة القريش، وبتلاقوها بأي مول. هلا رح اضيف معلقة صغيرة فانيلا. شايفين ما شاء الله بلشت تتماسك، اسم الله بتشهي. هيك عندي بعد ما جهزت تماما، هلا بصينية او بايركس باي اشي رح نزل القشطة عليها وخليها تبرد تماما. وهلا رح خليها تبرد تماما، بتحتاج تقريبا ساعة، من ساعة ونص لساعتين بهيك جو. هلا بحتاج عجينة كنافة من اي محل حلويات. بنزل معلقتين سمنة، اختاروا السمنة الحيواني، وبعديها رح انزل عليها عجينة الكنافة لتاخد اللون الذهبي. وهيك عندي بلشت تاخد اللون اللي بيجنن، بس بدها تضلها ايدينا فيها. شايفين كيف ما شاء الله اللون، اسم الله. وبنقدر نحطها كمان بالفرن، بس كمان كل شوي بدنا نقلب فيها عشان ما تنحرق. هلا نشوف المرحلة اللي وراها. هلا بحتاج فستق حلبي، رح احطه بمحضرة الطعام وانعمه كتير منيح. بعد ما طحنت الفستق الحلبي، وهلا رح ضيفه فوق العجينة. وهلا رح ضيف نص كاسة سكر مطحون، ورح حركهم بعدين اعجنهم بقطر. وهلا حفرة بالنص وبضيف نص كاسة قطر، وهلا بايدي رح اعجنهم كتير منيح. بعد ما انعجنت رح خليها نص ساعة بالثلاجة تتماسك. وهلا طريقة التشكيل اختيارية. وهيك عندي بعد ما شكلتهم وزينتهم، ودائما مثل ما انا بحكي التزيين والتشكيل ذوق شخصي. هاي عملتها بالبايركس، طبقة عجين بعدين طبقة القشطة، ولازم طبقة القشطة تكون عندنا سميكة، ورجعت سكرتها بطبقة العجين وزينتها. وهاي عملتها على شكل كبة، مثل الكبة المشوية، وزينتها. وهاي طبعا عنا اسهل شي طبعا طبقة العجين، وحطيت فوقها القشطة والمكسرات. وهلأ رح خليهم ساعة كاملة بالثلاجة ليتماسكوا. حبايبي كنت معكم نسرين السعدي. لو عجبتكم وصفتي ما تنسوا الاشتراك بصفحتي، وصحة وهنا للجميع. دمتم بأمان الله.